السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين حبايبي اللي بيتابعوني وما بينسوش اللايك وما بينسوش التعليق بتاعهم الجميل اللي أنا كل يوم كده باشوفه وبيفرحني. يا رب كده دايما كده، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كده يا رب يعودوا علينا بخير كده يا رب. النهارده كده هعمل معاكم الكنافة الحلوة اللي هي الكنافة بتاعتنا احنا، بتاعت أمهاتنا الجميلة. أنا معايا دلوقتي كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية، ونزلت عليهم بكيس فانيليا كده وحطيتهم على النار، واسيبهم بقى ايه ياخدوا غلوة حلوة كده مع بعضهم. وبعدين هبقى انزل عليهم كده بايه بعصرة ليمونة. والكنافة بتاعتي انا جايباها كده مشفشفة وحلوة من عند اللي هو بتاع الكنافة كده، جايبها لي كده مشفشفة وحلوة، قلت له عايزاها ناشفة مش عايزاها طرية عشان تنشف معايا كده في الكنافة تبقى حلوة ومقرمشة. المقص بتاعي ده بقى ايه انا حاطاه عندي في المطبخ، اقطع بيه الخضار اقطع بيه الكنافه، يعني سايباه كده نضيف في المطبخ ملهوش دعوه باي حاجه تانية. يعني ما بنضفش بيه سمك، ده حاجه كده لوحده للاكل زي ما انتم شايفين. انا قطعت كده الكنافه حتت صغيره عشان طبعا هي ناشفه كده وحلوه، فاتقطعت معايا بكل سهوله زي ما انتم شايفينها. وهبتدي بقى كده ايه اجيب شويه كنافه كده حلوين زي ما انتم شايفينها كده. وابتدي بقى ايه ابرمها كده زي الرول كده ضفاير، انا مسميها كنافة الضفاير. يعني انا عندي بنت الصغيرة بتحبها كده قوي، فانا بحب اعملها لها كم واحدة كده منهم. فما شاء الله زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ايه الفها حلو قوي كده، اضغط عليها في اللف كده قوي، واقوم رايحة بقى ايه لفها وربطها من فوق زي ما انتم شايفين. وطبعا انا مجهزة كده ايه شوية سمنة على النار كده بيسخنهم، عشان هنزل بالكنافة دي فيها احمرها كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، صلوا على النبي كده، بسم الله. واقلبها بقى كده ايه على الهادي كده بالراحه، طبعا انا مش معليه النار لها قوي عشان ما تتحرقش بسرعه. بصوا اللون عامل ازاي، ما شاء الله، جميله قوي. انا مش عايزه اقول لكم يعني بجد رهيبه والله، حلوه، جربوها وان شاء الله يعني الطريقه دي هتعجبكم، وسهله قوي وبسيطه. بصوا انا بجيب شويه كنافه كده يعني مش كتير زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى ايه ابرمها بالراحه بايدي كده زي ما انتم شايفينها. بسم الله. بصوا سهله قوي ما شاء الله زي ما انتم شايفين. شايفين الحلاوه والجمال ما شاء الله. بصوا بصوا زي ما انتم شايفين كده بقلبها بالراحه. بصوا اللون، بصوا اللون والجمال ما شاء الله، شايفين. بصوا بقى جوزة الهند ديت انا جايباها ناعمه كده، يعني ناعمه كده شكلها حلو قوي. ومجهزه معايا كده معلقه سمنه، هنزل بقى بجوزة الهند بقى ايه واخدها تحميصه حلوه كده. بصوا الطعم دوت يعني انا مش عايزه اقول لكم بده طعم حلو قوي لجوزة الهند. ومعايا كده فنجان، انا جبت مغرفه كده غاليه لبن جنبي، نزلت بها كده بشويه لبن حلوين على جوزة الهند تشرب كده باللبن. واقوم بقى جايبه شويه عسل كده من اللي انا عاملاهم، شويه شربات زي ما انتم شايفين حوالي ربع كوبايه كده، وانزل عليها برضو. بسم الله ما شاء الله، الريحه طالعه مش عايزه اقول لكم بقى يعني روعه، ريحه حلوه قوي. الخلطة ديت كده انا بعملها كده مع بعضها، يعني تركاية كده حلوة قوي للكنافة، بتدي طعم حلو قوي. والمكسرات بتثبت كده في الكنافة ما بتفرطش منها. لما بتبقى جوزة الهند ناشفة بتفرط من الكنافة، بتيجي تبص تلاقيها فرطة منها، لكن كده بتفضل ثابتة فيها ولازقة في الكنافة، بتبقى طعمها حلو. انا جبت الكب كيك كده عندي اهو زي ما انتم شايفين، هدهنه بزيت او بسمنة. وهنزل بقى كده بالراحة كده بالكنافة، انا قلبتها في السمنة الكنافة اللي انا مقطعاها، وهفردها كده في الكب كيك كده طبقة كده صغيرة خفيفة، واضغط عليها كده بالكوباية زي ما انتم شايفين عشان ما تفرطش مني. طبعا الكوباية كده كبيرة شوية، بس يلا انا بضغط كده بالراحة، ضغطتها كده كويس. وهنزل بقى ايه بكل عين كده في الكنافة كده بمعلقة جوز الهند، وبططها فيها كويس. بصوا شايفين الحلاوة، بسم الله ما شاء الله.
ومش عايزة اقول لكم بقى ريحتها، يعني ريحتها تجنن، ريحتها حلوة قوي والله. الطريقة دي حلوة قوي هتعجبكم. وهبدأ بقى انزل بالطبقة التانية بتاعة الكنافة كده، اوزعها كويس، وبعد كده ابدأ ايه اضغط عليها واحدة واحدة بالراحة كده. ما شاء الله. بصوا، معلقة سمنة كده على الوش عشان تدي لون حلو معايا في الفرن. بسم الله، اللهم صل على محمد، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احطها بقى في الفرن كده تاخد اللون بتاعها، تحمر حلو معايا. وبقيت الكنافة اللي عندي زي ما انتم شايفين كده، هقوم بقى احطها في الصينية كده. الطريقة بقى المعتادة بس بطريقة حلوة طبعا. جوزة الهند طبعا انا مش عايزة اقول لكم، هقلبها طبعا ببقية المكسرات اللي عندي. وكل واحد او كل واحدة طبعا حسب بقى نسبة المكسرات بتاعتها وزي ما هي عايزة. انا عندي الفول السوداني ومعايا الزبيب وعندي هنا جوزة الهند زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بطبقة في الصينية كده بعد ما دهنتها سمنة، واقوم رايحة فردها كده كويس وضغطة عليها كويس. هنزل بقى بالفول كده على جوزة الهند مع الزبيب، واقلبهم تقليبة حلوة، واقوم نازلة عليهم كده على الكنافة كده، وبططها زي ما انتم شايفين. شايفين الحلاوة ما شاء الله. هفرد بقى بقية الكنافة عليها واحدة واحدة كده. طبعا انا مغرقاها في السمنة زي ما انتم شايفينها. انا السمنة دي اللي انا مسيحاها زي ما انتم شفتوها في الفيديو اللي قبل كده. ريحتها مش عايزة اقول لكم، ريحتها حلوة قوي وطعمها احلى طبعا. فحطيتها بقى كده في الفرن وطلعت اللي انا عملتها، واقوم قلبها كده في الصينية زي ما انتم شايفينها. بصوا الحلاوة، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ بجد انا مش عايزة اقول لكم الريحة طالعة يعني والله جميلة جدا. يا رب كده ان شاء الله الحاجة اللي انا بعملها تعجبكم وتجربوها، وتبعتولي في التعليقات الجميلة بتاعتكم وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وانا مستنية منكم التعليقات، وعايزة كده منكم يعني اعملوا لي كده اعجاب وتعليق. شايفين الحلاوة والجمال ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ابتدي بقى ارصها كده زي ما انتم شايفين. انا طبعا زقتها بالشربات، طبعا الشربات عمل عندي زي العسل، ربط معايا كده زي العسل. بسم الله ما شاء الله. شايفين الحلاوة؟ بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. والريحة بقى مش عايزة اقول لكم، ريحة الشربات طبعا طالعة على الكنافة كده، ريحة طالعة يعني جامدة خالص. بجد حاجة مشهية قوي. ودي الضفاير جميلة جدا ومقرمشة وناشفة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بس شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ اللهم صل على محمد. شايفين الشربات والحلاوة بتاعته ما شاء الله. بصوا انا بحب اعمله تقيل كده الحلويات، يعني خلاها حلو قوي، ما بحبوش خفيف. شايفين اللون والجمال؟ طبعا انا بحب اغرقها كده بالشربات زي ما انتم شايفين. زمان الصينيه اللي في الفرن بقى احمرت، خدت اللون بتاعها. وده كده احنا خلصنا طبق التقديم دوت. هنشوف بقى الصينيه التانية. اللهم صل على النبي. شايفين الحلاوه والجمال ما شاء الله؟ شايفين؟ مش عايزه اقول لكم بقى الطشه بتاع الكنافه والريحه طالعه، يعني حاجه جامده قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. نقلبها بقى كده على طبق التقديم. بسم الله. الله على الحلاوة والجمال. اللون ما شاء الله، يعني وش وظهر ما شاء الله هو اللون واحد. شايفين الجمال؟ طبعا اللون البني اللي في الطروف اللي هي في الكنافة دي المكسرات اللي هي جوزة الهند، عشان طبعا انا مقلباها زي ما انتوا عارفين مخلطها بالسمنة، فهي بتدي لون حلو قوي، بتحمر كده في الكنافة وبتدي شكل جميل قوي زي ما انتوا شايفين. وانزل عليها بقى برشة جوزة الهند كده. الله على الحلاوة. يا رب كده كل حاجة بقدمها لكم تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. شايفين الجمال؟ بصوا
مش عايزة اقول لكم ناشفة يعني بجد. بصوا ناشفة ومقرمشة، مش طرية كده، لا ما شاء الله، احنا بنحبها ناشفة كده مقرمشة وحلوة. وطبعا في الطريقة اللي هي تطلع معايا طرية، وفي الطريقة اللي هي تطلع معايا ناشفة، بس انا بحب اعملها بالطريقة دي، وجربوها وهتعجبكم. ما شاء الله، شايفين الحلاوة، شايفين اللون. يا رب كل حاجة بعملها كده وبقدمها لكم كده يا رب تجربوها وتبقى حلوة ان شاء الله، وابقى عند حسن ظنكم. يا رب كده ان شاء الله كده نبقى دايما كده مع بعض على خير. شايفين الحلاوة؟ اللهم صل على النبي. الله، ناشفة بقى، مش عايزة اقول لكم السكينة كده بتخرفش كده وانا بقطعها. بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، بجد يعني مش عايزة اقول لكم يعني حاجة حلوة قوي. عايزاكم بقى تبعتولي كده في التعليقات تقولوا تسلم ايدك يا ام ملك على الحلاوة اللي انت عملتها دي، ما شاء الله.